هيلاريو كابوتشي، المطران المقاوم، سوري الهوية فلسطيني الهوى، فارس استراح بعد طول نضال ومجابهة. 94 عاما لا تحسب عمرا، بل زمنا طوي مع رحيل المطران كابوتشي، فالأزمان صنيعة عظمائها فقط. في حلب شمال سوريا عام 1922 عانق المطران كابوتشي الحياة لأول مرة. دخل معتركها بقلب مقاوم شرس. فلسطين التي أحب احتضنته مطرانا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 65، وكانت فلسطين الميدان لهذا المقاوم، حيث عمل على نقل أسلحة للمقاومة في سيارته الخاصة، إلى أن رصده جهاز الشباك الاحتلال يوم 8 من آب أغسطس العام 74 وأوقف سيارته. وفي أحد مراكز شرطة الاحتلال في حاكورة المسكوبية بالقدس فككت السيارة ومحتوياتها ليتكشف حجم البسالة المتكور في أجزائها: 4 رشاشات كلاشينكوف ومسدسان، وعدة طرود تحتوي على متفجرات بلاستيكية وصواعق كهربائية وقنابل يدوية وغيرها، كانت تنتظر إدراك سبيلها إلى يد المقاومين في حركة فتح. الاحتلال فرض عقوبة السجن لمدة 12 عاما على المطران كابوتشي، أمضى منهم 4 سنوات، فقد أفرج عنه في تشرين الثاني نوفمبر العام 77 بطلب من البابا، ومن ثم نفي إلى روما التي واصل فيها صولاته وجولاته الداعمة للمقاومة. ففي أيار مايو العام 2010 شارك في أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، فهو الأب الذي طال انتظاره لعناق أبنائه. 32 سنة، يعني منذ خروجي من السجن أنا بعيد عن أولادي، فأنا سعيد أن أذهب إلى غزة لأضم أولادي اللي في غزة إلى قلبي، ومن خلالهم كل فلسطيني في الأراضي المحتلة. نجمة القدس ليس الوسام الوحيد الذي زرع على صدر المطران كابوتشي بمبادرة من السلطة الفلسطينية. عشقه لفلسطين وسيرته النضالية الحافلة وسام زين حياته وذكراه بعد الوفاة. ارتحل في روما وعينه على فلسطين. أمنيته الأخيرة كانت أن يشم ريح فلسطين لمرة أخيرة، فلسطين التي لم تغادره ولم يغادرها يوما.